زريبة من غير مفتاح. عروسة ما كملتش 3 شهور متجوزة بعد العيد اللي فات. مشكلتي بدأت لما رجعت أنا وجوزي من سفر يومين، وبفتح باب الشقة لقيت حماتي واخوات جوزي الاتنين وعيالهم قاعدين، والشقة مكركبة كأنه قنبلة انفجرت فيها. دمي غلى، إزاي حد يدخل شقتي وأنا مش موجودة؟ بس كتمت في نفسي وقلت هسيب جوزي هو اللي يتكلم. لقيته عادي جداً، يا دوب قال لهم إيه الكركبة دي بهزار وكبر دماغه. دخلت أوضة نومي أغير هدومي، لقيت المصيبة الكبيرة. الأوضة متبهدلة، وسريري اللي كنت فرشاه ومرتباه حد نايم عليه، سرير عروسة. كنت هطلع أطربق الدنيا، بس مسكت أعصابي وقلت هستنى لما يمشوا وأتكلم معاه. طلع دخل الأوضة بقوله يعني أمك معاها مفتاح؟ وإزاي حد يخش أوضة عروسة ينام فيها؟ قال لي سيبيني عاوز أنام، إحنا جايين من سفر بكرة نحلها. نمت وصحيت تاني يوم، جوزي نايم جنبي. قمت أعمل النسكافيه بتاعي وأشوف المطبخ عشان أبدأ أنظف القرف ده. بفتح الدرفة، المج بتاعي اللي جايباه من بيت أبويا وبحبه جداً مش موجود. بفتح التلاجة، رف الجبن ممسوح، وأمي كانت جايبالي بطة و2 كيلو لحمة حطاهم في الفريزر. بفتح الفريزر، البطة واللحمة اختفوا. هنا بقى أنا اتجننت، دخلت صحيت جوزي على زعيق. إزاي كل ده يحصل؟ ومين معاه مفتاح شقتي أصلاً يدخلها في غيابي؟ وإزاي أكلي والمج بتاعي يتاخدوا من غير إذني؟ هي زريبة من غير بواب؟ جوزي في الأول كان بيسكتني وعاوز يغلطني عشان صوتي عالي ومش عارف يبرر عمايل أهله. وعلى حس الزعيق، مين اللي طلعت من أوضة الأطفال؟ حماتي. أنا بصوت عالي، لا كده كتير، تخيلوا كمان ما كفهاش. اللي عملته الحمد لله إن إخواته كانوا مشيوا وهي بس اللي باتت. طلعت بكل بجاحة وتقولي في إيه مالك؟ ده بيت ابني ودول إخواته وعيالهم، وده نظام بيتنا. البت عجبها المج أخدته ونفسها راحت للبطة كلوها، وخليت كل واحدة تاخد كيلو لحمة للعيال. إيه يعني؟ ما حصلش حاجة، ابقي نضفي ورتبي تاني. هنا بقى جوزي اللي كان عمال يسكتني انفجر، بصلها وقالها بشياكة بس بحسم لما تعوزي تشوفيني كلميني وأنا نزلك، وإخواتي لما يعوزوا يقعدوا ويريحوا يقعدوا في شقة أبوهم وياكلوا من عز أبوهم الله يرحمه. لكن أنا عريس، وعروستي لسه ما فرحتش بحاجتها عشان تستخدموها، وكمان الأكل الأمها جايبه وتوزعيه على يا بناتك ليه؟ سبتهم ودخلت أوضتي. فضلت أفكر شوية، وكنت خلاص بجهز شنطتي وماشية. شوية ولقيت جوزي داخل عليا، جايب بطتين بدل البطة و5 كيلو لحمة، والأهم من كل ده جايب كالون جديد للباب عشان يغيره. قال لي حقك عليا ما تزعليش، أنا كنت بقول أهلي وبمشي الدنيا، بس ما كنتش متخيل إنهم هيعملوا كده، وصالحني. انتوا بقى لو مكان الزوجة دي وتصرف جوزك كان كده في الآخر، كنتي هتسامحيه ولا هتمشي؟